السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم بقى صينيه الرقاق التحفه دي. يعني من الاخر، ما لو جربتيها وعملتيها بالطريقه دي هتحسي ان انتي ما اكلتيش رقاق قبل كده. بجد تحفه جدا، وبعملها بقالي فتره كبيره جدا. هتعجبك وسهله، ولا هتقلبي رقاق بالطريقه القديمه ولا اي حاجه. هنسمي بالله كده، بس ما تنسينيش في اللايك والاشتراك. هجيب كده حتتين سمين، او اللي هي الحتت اللي هي بتبقى السمين اللي عند الجزار، بتطلبيها منه بعد ما بتطلبي اللحمه بتاعتك. هنشوحها كده مع معلقتين بقى ايه من الزبده، مع معلقتين من الزيت كبار، واروح حاطه البصل بتاعي. انا هنا هستخدم للصينيه نص كيلو من اللحمه المفرومه، هتحط لها نص كيلو من البصل. هتستخدمي كيلو من اللحمه، يعني بتستخدمي برضو كيلو من البصل، على اساس ايه ان اللحمه برضو يضاعف حجمها، وبيبقى مسكر وجميل جدا. علشان بقى ريحه البصل ويدبل معاكي بسرعه، بحط له الملح بتاعه. بعد ما دبل كده، انا مش عايزاه لا يتحمر ولا اي حاجه، لا انا عايزاه ايه، يدبل بس شويه. هتلاقي ايه حجمه بقى النص، يعني نزل معاكي خالص. هتروحي بقى حاطه نص كيلو اللحمه بتاعتك ومغطياها كده، لو انت مخرجاها من الفريزر جايباها فريش هتتعمل على طول، مش هتاخد ثواني معاكي. لكن دي كانت عندي في الفريزر، فاضطريت ان انا اغطيها كده، واحط لها ربع فنجان صغير او ربع كوبايه من الميه، وتغطيها. هتلاقيها دبلت معاكي كده وايه ودابت خالص اللحمه اللي معاكي. هتبدا ان انت يعني تفك معاكي، وتبداي ان انت تعمليها بالمعلقه كده، هتفك معاكي وتبقى زي الفل. تقدري برضو ان انت تعملي الرقاق بتاعك، تقدري ان انت تعمليه بفاهيتة الفراخ او التونة، او بحشوة فراخ، يعني خضار. لكن هي الطريقة الصح، يعني الرقاق المصري كده، عايز تاكلي رقاق صح بيتعمل بالعصاق. انا ما بحطلهوش غير ملح وفلفل اسود وقرفة، لو انت بتحبي القرفة. هنيجي بقى للصينيه بتاعتي. يفضل ان هي تبقى صينيه مدوره. ينفع على فكره ان انت تعمليها في صينيه مربعه عادي، بس هتتعبك شويه، والاحسن ان هو بيبقى في صينيه مدوره. هجيب كده احط بقى كميه كويسه كده من السمنه في قلب الصينيه بتاعتي، علشان انا مش هقلبه. وهجيب بقى ايه اهم حاجه، الشوربه بتاعتي، يعني اهم حاجه اللي بيخليها مسكره او يخلي الرقاق بتاعك يفرق عن رقاق تاني، حبه الشوربه دول. كل ما كانت على طيور او على بط او فراخ او لحمه، بتبقى ممتازه جدا. هشرب كده بقى ايه 3 رقاقات. الشوربه دي بتبقى دافيه، يعني ما اجيبهاش سخنه قوي بتغلي واروح حطاها. هتلاقي الرقاق وانتي بتشربيه كده داب منك ووقع منك. وبرضو لو سقعانة قوي مش هتنفع، هتلاقيها يعني متلج، من يعني ناشف معاكي قوي. لا انا هستخدم كده ايه الشوربة بتاعتي تبقى دافية. وتقدر ان انت تحط لها ايه قالب مرقة ماجي برضو بتبقى حلو. انا هنا نسيت الخطوة ديت. مفروض احط ما بين كل رقاق او التانية، هحط لها معلقة ايه من المادة الدهنية كده، معلقة من السمنة. هتخليها عشان ما تبقاش معجنة وتبقى طعمها ممتاز. الصينية بتاخد 6، يعني بحط لها 3 من تحت و3 من فوق، ده افضل حاجة. عشان اقل من كده هتبقى خفيفة او هتبقى مش حلوة، واكتر من كده هتحسيها ان هي تقيلة معاكي او دسمة معاكي قوي. هنا الرقاق كده اصغر شوية من حجم الصينية، فبحاول ان انا ايه ازوده من الحروف بتاعتي. هبدأ بقى ان انا احشيها كده زي ما قلت لكم. انا احط لها لحمة مفرومة اللي هو العصاق، ممتاز جدا. تقدري ان انت تبقي محضره مثلا العصاق ده وحاطاه في الفريزر، وتعمليها، مش هتاخد معاكي 5 دقايق. يعني مجرد ان انت تبلي الرقاق كده وتحطيه، مش هتاخد معاكي 5 دقايق. هتحاولي بقى ان انت تفردي كده اللحمه المفرومه بظهر المعلقه، هتلاقيها اتفردت معاكي. وتبداي ان انت تحطي ال3 رقاقات التانيين. اهم حاجه التسويه. حتى لو لقيتوا الرقاق كده ناشف شويه وانتوا بتعملوها، ما تخافوش، هتدبل يعني. مع الوقت بتدبل، عقبال ما تخلصي بقيه الكميه هتلاقيها دبلت معاكي. اهم حاجه التسويه، اللي بيفرق برضو في طعمها التسويه. يعني لو النار واطيه هتلاقيها ناشف معاكي كده من جوه ومن بره. اهم حاجه
تحطيه من تحت، يعني تشغليها على 180 اللي هو الدرجة بتاعت الكيكات يعني. هنحطه بقى من تحت خالص، بمجرد ما يتحمر من تحت هتروحي مشغلة عليه الشواية، هيبقى تحفة معاكي. لو انت عايزاه الرقاق طري خالص من جوه ومن بره، هتغطيه اول ما يخرج بغطا او بفوطة كده نضيفة تروحي مغطية بيها. عايزاه ناشف كده ومقرمش وجميل، هتسيبيه هيبقى تحفة بجد، جميل قوي. واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، بس ما تنسونيش بقى في اللايك واشتراك وتجربوه بالطريقة دي، بجد ممتاز والطعم تحفة جدا. وزي ما قلت لكم تقدروا ان انتي تعصجي اللحمة وتحطيها في الفريزر، كيس مرقة برضو وتحطيه في الفريزر، هيبقى جاهز معاكي يا دوبك. بس بصوا التسوية ما شاء الله، تاخدوا بالكم جدا من التسوية من تحت على اساس ما يحمرش قوي معاكي من تحت وتيجي تلاقيه يعني اداكي لون مش حلو. يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. مع السلامة.